ومن بعد هاي الغيبة رجعت لكم بفيديو جديد ويوم من يومياتي البسيطة، إن شاء الله يا رب يعجبكم. السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير وبأحسن الأحوال يا ربي. طبعا حابة أسلم عليكم مرة ثانية وأعيدكم وأقول لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير ومتباركين بعيد الغدير الأغر. يا ربي ثبات على ولاية أمير المؤمنين، ثبات على الإسلام والإيمان والتقوى والتمسك بالله سبحانه وتعالى، وأكيد بنبيه وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. على ذكر النبي خلونا نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طبعا غبت عنكم هاي الفترة وصارت عندي هواي أحداث وهواي أمور وهواي شغلات أنا صورتها، هواي أحداث صورتها. صورت أيام العيد. طبعا أنا بالعيد ما سويت كليتشة بنات، لكن إحنا يعني جبنا كعك هالمرة، كعك من النوعية الفاخرة يعني. وهم صورت والله بس ما نزلت. مرت عندي أحداث حلوة يعني بحياتي، منها خطوبة ابن أخويا طبعا وما صورت، ومنها رجعة ابن أخويا وزوجته من الحج. إن شاء الله يا ربي حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله. طبعا صورت بس ما نزلت، ومنها طلعنا يعني طلعات حلوة وهم ما صورت. فأعتذر يعني هالفترة المود عندي شوية تعبان تالف مو شلون ما كان. المهم حبايبي خلونا نكمل الفيديو مالتنا. اليوم راح أسوي طبخة سريعة يعني، كان شكو عندي شي بالثلاجة سويته. راح أسوي تبسي بصدور الدجاج، يعني شي بسيط وسريع، لأنه مرات إحنا تدرون نخلص مسواق فلازم يعني نتقضى بالموجود عندنا. هنا عندي صدر الدجاج حمسته بهالطريقة، خليت عليه بصل. طبعا مثل ما تشوفون سويته مكعبات، وخليت عليه بصل. وأكيد راح أستخدم عفوا حبة باذنجان، حبة بوتيتة، حبة فلفل، يعني شكو عندي خضروات راح أحمسها ويا صدر الدجاج. هو مو شكو، أو هو يعني بالذات أنا استخدمت البصل والباذنجان والبوتيتة والفلفل، يعني من كل شيء أخذت حبة واحدة. يعني منتظرين المسواق الجديد، فقلت خل أسوي غدا بالموجود عندي، والحمد لله كله خير وبركة من رب العالمين. هنا مثل ما تشوفون سويتها حمسة معدلة، حمست كل الخضروات ويا صدر الدجاج. وهسه راح أبدي أضيف المعجون. شوفوا لي حبايبي بهالشكل هذا. والله بنات هو تبسي سريع يعني، هيك أحمسه سوا. أني كانت النية إنه أقلي كل من وحدة، بس بعدين صفنت يعني قلت هو الخضروات اللي عندي قليلة، يعني مو مال إنه أقعد أقلي وما أعرف شنو، فحمستهم كلهم بجذر واحد. وشوفوا طبعا أخذوا هذا لون الحمس الحلو. وهنا حمست المعجون هم أقلب بهم بهالشكل هذا. بعدين أكيد راح أضيف لهم مي حار على مود تبدي تفور عندي المرقة أو التبسي ويتسبك عندي ويطلع يخبل. هنا خليت عصير طماطة أو مية طماطة، طبعا عصرتها بإيدي، ونضيف لها بعد مي ونخليها حتى تستوي على راحتها. طبعا مثل ما قلت لكم يعني هالفترة ما أعرف، يمكن من الجو الدنيا لأنه حارة، يعني ما أدري فد طاقة، بس هي مو طاقة سلبية، لا لا أنا ما أريد أجيب طاقة سلبية، بس يعني الكيف تعبان، المود تعبان، ماكو واهس والله يا بنات. كل يوم أصور طبخاتنا شغلاتنا أمورنا، بس من أجي أريد أسجل أترك أضوج. هاي صارت مرقتنا حبايبي، أو هذا التبسي مالتنا. طبعا مثل ما شفتوا ضفت له حبة ثوم قسمتها بالنص لأنه شوية نطي نكهة طيبة. فهسه نروح نصب الغدا مالتنا حبايبي. أكيد أنا طبخت تمن محضرين شوفوا لي هذا معون التمن.
حضرت طرشي، حضرت رقي. يعني قلت لكم غدا سريع وبسيط. تبسي بصدور الدجاج طبقته بجدر واحد وطلع عندي يخبل، والله بنات كلش كلش طيب. هنا محضرين صينية رقي وصينية بطيخ والخضرة والطرشي، وكله خير وبركة من رب العالمين علينا وعليكم، بألف ألف عافية يا ربي. هسه أكيد من بعد الغداء راح أشارككم بغير تفاصيل. يلا تعالوا وياي. هنا جاي نسوي تحضيرات مال يوم عيد الغدير، مبايعة أمير المؤمنين عليه السلام. هنا زوزة مبلشة جاي تسوي لي كيك. طبعا خلطنا الكيك يعني بطاسة واحدة وسويناهم بالكب كيك هنا بهالشكل هذا. استخدمنا هذا الكب كيك القوالب الصغار، واستخدمنا القلاصات اللي نستعملها للشاي مثلا للحليب. هاي أول وجبة شويتها. طبعا سوينا نوعين، نوع سادة ونوع بالكاكاو. كلش طيب بنات، هذا الكيك أنا دائما أستخدمه وأقول لكم عليه، يخبل بنات كلش طيب. طبعا أعتذر كل ساعة أقطع التسجيل لأنه أكو أصوات ومنها صوت المكيفات مشتغلات، فتعرفون بعد. المهم حبايبي مستمرين نسوي تحضيراتنا للتوزيعات. هنا عندنا هذا الشوكليت اللي يخبل طعمه يجنن بنات، كلش كلش طيب. جبت هذا الحجم اللي يكون كبير، يعني ما شاء الله بخير من الله، تقريبا بالكيلوين. فهسه هنا جاي نحضر ونجهز. هنا كل كيس نخلي بيه شوكليت، كل كيس نخلي بيه شوكليت، ونخلي عصير واحد. طبعا هاي العصاير، هذا العصير بطعم البرتقال شوية بردناه قبل التوزيعات. فقلت لكم كل كيس نخلي بيه شوكليت وعصير، ونخلي واحد كب كيك ونشده نضيفه بالعلاقة. يعني هاي طلعنا صينيتين برا بنات. يعني واحد يتبارك بهذا اليوم الحلو، وبيومها بنات ما شاء الله العالم كلها توزع. يعني شلون مناسبة حلوة، توزيعات حلوة، الأطفال فرحانين، حتى الكبار والله العظيم. وبوقتها رحنا للسوق، يعني ما شاء الله الناس على الطريق كلها توزع. يعني فرحة كلش حلوة بنات، فرحة كلش حلوة. يا ربي يعودها علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة. ولهنا حبايبي وصلت وياكم نهاية هذا الفيديو البسيط، أتمنى عجبكم. راح استودعكم بحفظ الرحمن وأقول لكم مع السلامة، وانتظروني بفيديو قادم. باي باي.